ألف. بغيناك تحدثنا على الاحساس ديالك وانت واصل يعني المباراه النهائيه، كيفاش الاحساس ديالك اليوم؟ سعيد. شوف حسين، هذا حسين عمود، هاي سنة 2000. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا يا الأردنيين يا أخواننا في النشامة في الأردن، هذا مدربكم حسين عموتة يوم كان محترف في قطر عندنا في نادي السد. شكرا لكم. معنا المدرب البطل مدرب النهائي حسين عموتة. حسين ألف. بغيناك تحدثنا على الاحساس ديالك وانت واصل يعني المباراه النهائيه، كيفاش الاحساس ديالك اليوم؟ سعيد جدا لمدرب كبير عانى الكثير من الانتقادات لكنه عاد بقوة بأفضل طريقة ممكنة. ألف مبروك سي الحسين، دموعك غالية جدا جدا بعد هذا التأهل للنهائي. يعني الحمد لله انه اليوم مجموعتنا صراحه منتخبنا استحق يعني الفوز يعني كان بالطريقه وبالشكل يعني المطلوبين. طبعا اظن انه واظن هذه كانت هي كلمه السر، هو اننا لا نبالغ في احترام الفريق الخصم اكثر من اللازم. المنتخب الكوري الكل كيعرف انه منتخب اللي هو عنيد، عنده امكانيات يعني فنيه جيده، لكن الحمد لله انه لم نبالغ يعني في الاحترام. وكانت اظن انه نقطه التحول هو اننا نبادر للهجوم، باعتبار انه المنتخب الكوري استقبلت الشباك ديالو 8 اهداف من خلال 5 مقابلات وسجل 11 هدف، وبالتالي انا اظن مفتاح الفوز والتاهل كان هو اننا نبادر للهجوم وان نسجل. مع الاسف انه الشوط الاول لم تكن هناك فعاليه حاضره، باعتبار خلقنا لنفسنا يعني اكثر من 4-5 فرص، لكن الشوط الثاني كان فعال والحمد لله انه. أريد أن أعطيك شخص عزيز على قلبك، خالد جاسر. خالد حبيبي حسين الله يبارك فيك، وشكرا لك على الدعم وعلى المساندة وعلى المشاعر الطيبة أنت والإخوان كلهم اللي موجودين عندك في المجلس. كابتن صار احنا فخورين فيك وتستاهل، والف الف الف مليون الربع كله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم ويحفظكم. حبيبي الله يحفظك. مبروك كابتن، الف مبروك. اهلا خويا محمود، شكرا جزيلا. فريق مرن جدا. احسنت. الحمد لله، شكرا لكم جميعا، شكرا. مبروك ومبروك، وتستاهل التاريخ والمجد، تستاهل. مع السلامه. شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم. انا اشرف بن عياد. أوكي. واصل. الله يحفظك، الله يخليك. هذه حلاوة المباشر، هذه حلاوة قنوات الكاس، ونحن سعداء بك جدا 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 جدا. وانا سعيد لانه انا كنعتبر نفسي واحد منكم يعني. طبعا لا شك في ذلك. يعني. عودة إليكم بعد هذا اللقاء الرائع التاريخي. شكراً. حسين عموتة في النهائي. عودة إليك. اشرف حبيبي. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك. تتكلم أنت على تتكلم على أسلوب وفكر حسين عموتة. ترى شفت هذا الجول؟ هذا الجول شارك فيه حسين عموتة يوم كان لاعب في نادي السد. مش هو اللي جاب الجول. هذا شوف عموتة. هذا حسين عموتة يوم كان يلعب في السد. ما شاء الله. اللي جاب الجول هذا الجدوع، لكن نفس الفكر نفس اللاعب هو نفس اللي كان يلعب بهالطريقه. هو كبير، كمدرب. هو صراحة كبير، حتى مع منتخب المغرب من قادة في اعتقد في بطولة العرب كان مميز بشكل كان مميز بشكل كبير، وكلتنا اشدنا به واعطيناه حقه. هو صراحة يعني مميز في اخلاقه، والله راح حلمنا نحن في اخلاقه، في مكانته بين المجتمع اذا كان في المغرب او حتى في الوطن العربي. وصراحة استفاد صراحة للأمانة، هو استفاد من التجربة قبل البطولة والاحداث اللي صارت قبل البطوله، بس بقى صامد وبقى انه هو قوي الشخصيه. شوف النجم دائما اللي يوصل لمرحله قوي الشخصيه، لانه دائما يعني يطيح في مطبات، يوقع في مطبات، لكن سرعان ما يقوم. هو وقوم فريقه كله معاه وسحب فريقه معاه، والفريق كذلك اجى صاروا بظهره. الف مبروك يا رب. لكن كان حلمي ان عموته كان يدرب عمان، وعلى فكره ساعدنا كاس العالم، راح عليه دحين فرصه للاردن مع هذا يوصلكم كاس العالم، لكن ناقص حاجه واحده، يعطوهم اللاعبين دعم. اذا ما اعطوهم دعم بتفاوت الامور. كابتن انت تكلمت عن عقليه وفكر وتكتيك مدرب، في المقابل الجهه الثانيه لاعبين مطوعين لفكر المدرب. لما يوجد مدرب ذو فكر ولاعبين يقدرون يهضمون من يطبق الفكر ويستوعبون ويطبقون وبكل روح، قلت هذا. اذا هذا دليل على ايش؟ اللاعبين جيدين، اللاعبين سوبرات والانسجام. ابو جاسم انا اليوم في المباراه الامانه دا اقول للعثمان، انا قاعد اشوف المباراه
شوف حسين، هذا حسين عموته لعيب هاي سنه 2000. ما شاء الله ما شاء الله. لعيب. لا صعب المراس عموته كان صعب. انت اليوم انا قاعد اشوف شوفوا يا الاردنيين يا اخواننا في النشامه في الاردن، هذا مدربكم حسين عموته يوم كان محترف في قطر عندنا في نادي السد. زين كان اختيار بينه وبين وليد كاس العالم، لا يمكن المغرب تختاره بينه هو ووليد الا اذا مدرب. قول له خالد كان حلمي يدرب عمان، انا نظرت اشوفه وين دحين الاردن انتم فرصتكم والله كان منيتي انا مخبرون شنو هذا تريد تصعدوا كاس العالم، لان عندنا امكانيه اللاعبين مع هذا الفكر. الاردن الان ومع العراق اذا اشتغلتوا صح انتم رايحين مع الكبار كاس العالم. لا العراق رايح بس الاردن تعرف ينقصكونيش لو استغلوا هذا الجيل دعموه صح. دحين هو حقق انجاز تاريخي، باقي تعرف ايش؟ ترفع المعنويات، التكريم اليوم اذا كرم اللاعب صح اليوم بيوصل صح. شباب رسمت واحد شكرا لك بس نشأت. دقيقه ابو جاسم الله يخليك. انا اليوم قاعد دا اقول للعثمان والله العظيم مو مجامله، قاعد ادور لي واحد خلل بالفريق ما في والله ما في، يعني حتى التبديلات حتى اللي دخلوا مميزين صحيح. صلوات يعني صلوات يعني فشي يرفع الراس. نشأت انا اقول لك عموته بعد فوق كل هذا زرع شخصيته صارت على الفريق، يعني شخصيه الفريق صارت شخصيه عموته، هو مدرب وهو لاعب، فمن كذي قاعد تشوف اللاعبين لما يقومون بالخطه والروح الطاغيه اللي عندهم. خالد انا ترى انا قاعد مع الاردنيين كثير، يعني سواء في المكان اشوف في المباراه او مثلا لما اطلع وكذا. المشكله ان هم مو بعاجبهم هذا كلامنا ترى على فكره. معظم الناس بقولها قدام عثمان مو بعاجبهم هذا الكلام، انتم شو تقولون؟ اسمعني يتكلمون عن اشياء بعيده كلش عن في فكر عموته اليوم يلعب في النهائي. لو افترضنا ان كلامهم صح هم هو قاعد يوصل للنهائي. احنا في طاري حسين عموته ونادي السد، ونادي السد منزل نشأت اروح البيت. نادي السد منزلين تهنئه يقولون مبروك للاردن، مبروك لحسين عموته يستحق ولد، والفال لنا بكره ان شاء الله ان شاء الله، وماخذين صوره لحسين عموته وهو مرفوع فوق الراس. يستاهل ولدهم عصام الحضري يستاهل. الحمد لله نقول الحمد لله الحمد لله وصل الحمد لله. فعلا ما شاء الله نشأت وتخلي لين بعد بكره. تفضل. ما توعدش في نشأت ياخذ يعمل اللي هو عايز يعمله حبيبي يا اسطوره. عشان يهون عليك الخيانه اليوم. اقول لك كلمتين بعد البطوله حيكون معاي. لا خالد والله احنا كلنا سعداء طبعا. مبروك لعثمان، الله يبارك فيك. مبروك للشعب الاردني والاردن. صراحه انا مش هتكلم فنيا، هتكلم في حاجه، ودي الحاجه الوحيده اللي بتخلي اي منتخب عايز يوصل لهدفه لازم يبص النهارده لماتش لاعيبه الاردن. اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي والاداري حتى اللي هم بتوع المهمات اللي يعني بتوع غرف اللبس، صراحه حاجه نفتخر بها. خالد عايز اقول لك حاجه، لو انت بتشوف النهارده في الجون الاول والجون الثاني اللي نشأت قال عليه هو خالد، اتفرج شوف كام لعيب على الكوره، يعني شوف كام لعيب على الكوره، كله في عنده روح، في عنده اصرار، في عنده ترابط. بص على الخطوط النهارده في الملعب،